أهلين حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم هعمل شوربة لذيذة وسهلة وبسيطة، مكوناتها في كل بيت. طبعا هنا زبدة، شوية زيت، وجزر، وبصل، فلفل حار حسب الرغبة. هقلبها شوية علين تتسبك شوية، وبعدين هضيف عليها الموية المغلية. هيتقلب بدي الطريقة. شايفين بدأ يهدى يتسبك. رسو. طبعا هنا حطيت رشة بسيطة من الملح، فلفل أسود وكمون. ممكن تضيفوا أي بهار تاني انتوا حرين، بس أنا كده كفايتي عشان يبان طعم الجزر. بعد ما هرسته هذا المكون الرئيسي اللي هو الدقيق اللي قبل كده عملته، اللي محمص. طبعا ملعقتين او ملعقة حسب الكمية اللي انتوا حابينها، تبغوه خفيف تبغوه تقيل الشوربة. طبعا انا حليته هنا موية باردة وحضيفه على الشوربة. حضيف عليه الموية الحارة كده. اضفت الموية الحارة. ممكن مرقة دجاج، مرقة لحم، اللي انتوا حابين. ممكن تضيفوا عليها حبة طماطم، اللي انتوا حابين. شوربة اختيارية، تقدروا تضيفوا اي شيء فيها. كده ما شاء الله تبارك الرحمن بدأ يغلي. على طول اطفي النار. شايفين قوامه؟ لما يبرد حيدخل. كده سهل وبسيط. في خلال 5 دقايق صارت الشوربة حقتنا او اقل. حغرفها وبالهنا مقدما. كده ما شاء الله تبارك الرحمن شوربتنا جاهزة وبالهنا والعافية. طبعا انا ضفت عليها الكزبرة او اي خضرة انتوا حابينها. ممكن جنبها شابورة او عيش مقمر.